مرحبا، قناة تكتيكات الكرة الثابتة. هذه الأيام الفترة الدولية للمنتخبات الوطنية، تصفيات التأهل لكأس العالم. المنتخب المغربي منتخب بلادنا أمس افتتح الملعب الأيقوني، ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بالعاصمة الرباط. كان افتتاحا عظيما. كذلك كانت مباراة التأهل إلى كأس العالم الولايات المتحدة، كندا والمكسيك 2026 كأول منتخب إفريقي بعد انتصاره على منتخب النيجر ب5-0. يعني في الحقيقة كانت مباراة جميلة، المهم فيها هو التأهل. هناك ملاحظات وهناك إيجابيات كثيرة، وهناك بعض السلبيات التي تحتاج إلى المعالجة من الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. الذي يهمنا في هذه المباراة وأنا شخصيا هو الكرة الثابتة. يعني أولا لاحظت تطور كبير في تنفيذ الكرة الثابتة، وأن المنتخب المغربي صار يعتمد على سلاح الكرة الثابتة في إحداث الفرق، سواء في المباراة السابقة وبخصوص في هذه المباراة. يعني المنتخب المغربي تحصل على 12 ركنية مقابل 3 ركنيات للنيجر. 16 التماس مقابل 12 التماس للنيجر، وعدة كرات ثابتة سواء ضربات خطأ مباشرة أو غير مباشرة. سأركز على الركنيات والتطور الملحوظ الذي تم فيها. باختصار كعنوان هو أن المنتخب المغربي ركز على نوعين من الركنيات: الركنية الطويلة إلى القائم الأول، الركنية الطويلة إلى القائم الثاني، سواء تسديد المباشر بالرأس أو بالرجل أو تحويلها للقائم الأول. ثم الركنية القصيرة بتكتيكين: التكتيك الأول الركنية القصيرة، أخذ زاوية أفضل، ضرب الكرة إلى القائم الثاني، أو زاوية قصيرة، الدخول بالكرة، الذهاب إلى نصف دائرة مربع العملية ثم التسديد. كما سنلاحظ الحين، أول شيء الركنية الأولى إلى القائم الثاني، الركنية الثانية في توقيت مختلف، الأولى في الدقيقة 48، هذه في الدقيقة 47. لاحظوا مباشرة إلى القائم الثاني. في الركنية الطويلة التي تستهدف في القائم الثاني دائما عندها 3 لاعبين مستهدفين: إما أكرد، إما آدم ماسينا، إما اسماعيل الصباري. فأعيد هنا الدقيقة 18، الركنية الأولى ركنية طويلة إلى القائم الثاني الثانية إلى القائم الثاني، اللاعب المستهدف هو ماسينا. الآن التكتيك الثاني جمعت فيه بعد أمثلة للركنية الطويلة إلى القائم الثاني. هنا الركنيات القصيرة، وهو السلاح فعال أظهر المنتخب المغربي على القدرة على استغلاله وتوظيفه بالشكلين المذكورين: إما قصيرة وأخذ زاوية أفضل وعرضية إلى القائم الثاني، أو الدخول بالكرة إلى منتصف هنا إلى نصف الدائرة مربع العملية 18 ياردة والتسديد مباشرة. نلاحظ حكيمي أخذ الكرة تسديد، أخذ الكرة حكيمي سدد. ركنية ثانية. هذا الجزء الأول انتهى. الجزء الثاني أن هذه الفكرة عند منتخب النيجر ونفذها بطريقة جيدة، إلا أنه وقع في مصيدة التسلل. فهنا نوضح قوة النيجر في تنفيذ الركنية القصيرة وإرباكه لدفاع المنتخب المغربي، أو مفاجأته لدفاع المنتخب المغربي. وفي المقابل المنتخب المغربي يعني وضع حلا للركنية القصيرة برفع خط التسلل، وبالتالي وقوع هجوم منتخب النيجر في التسلل رغم أنه سجل الهدف. نلاحظ طبعا هنا دفاع رجل لرجل، تحول رفع الخط رجل لرجل، هنا دفاع وقائي من العناوي. هنا اللاعب يحاول تعطيل العرضية ترفع، الكرة الأولى ثم الثانية، اللاعب متسلل سجل، الهدف يرفض بسبب الركنية. نعيد السرعة في التنفيذ: أخذ زاوية، رفع العرضية إلى القائم الثاني، اللاعب يضرب الكرة يهيئها لزميله المتسلل. في الحقيقة ركنية النيجر نفذت بطريقة ذكية وجميلة. سنرى الركنية القصيرة عند المنتخب المغربي. من هذه الزاوية نلاحظ أن بسرعة حينما عرف المنتخب المغربي أنها ركنية قصيرة رفع الخط. فلا شك أن مدرب الكرة الثابتة في المنتخب المغربي يعني أرشد اللاعبين إلى أن الركنية القصيرة من بين أسلحة الدفاع ضدها هو رفع الخط تسلل، وهذا ما وقع ونجحت خطته. اللاعب كان هنا متسلل بوضوح. سنرى المنتخب المغربي في الركنية الأولى سدد، ركنية قصيرة حكيمي سدد. في هذه الركنية سنلاحظ أن المنتخب المغربي يلعب ركنية بنفس طريقة النيجر، إلا أنها يلعبها إلى القائم الثاني ثم تحويلها إلى القائم الأول بعد خلخلة الدفاع وإرباك المدافعين. نلاحظ خنوس حكيمي لخنوس. نلاحظ حتى النيجر عنده نفس فكرة الدفاع بالخط المرتفع في الركنية القصيرة، لأن من أساليب الدفاع ضد الركنية القصيرة هو رفع الخط وتكتل أمام المرمى من أجل منع التسديد. الفكرة طبقتها النيجر لكن لم تنجح في خط التسلل، لأن هذا اللاعب كسر خط التسلل. سنلاحظ
الكره رفعت بطريقه جميله من خنوس، وهو معروف بالعرضيات الممتازه مقوسه. اكرد ارتقى لها، لم يتمكن من تسديدها مباشره ولكن حولها الى القائم الثاني. هناك الصابري وايجامان. ايجامان رغم قصرها ارتقى وسط ثلاث مهاجمين وسجل هدف امام شباك في القائم الثاني خاليا. هدف جميل. نلاحظ من هنا هذا اللاعب في الحقيقه هو الذي كسر التسلل. لاحظ الخنوس سيستقبل الكره، سيرفع كره الى اكرد، اكرد الى اجامان، اجامان وسط ثلاث مدافعين يسجل الهدف. من هنا اكرد، العناوي ينتظرها، الصبري ينتظرها، اجامان هو الذي فاز بها وسجل الهدف الرابع للمنتخب المغربي. اجامان قفز وسجل. ركنيه اخرى نلاحظ النوع الثاني اللي هو ركنيه قصيره، الدخول بالكره ثم تهيئه، اما التسديد او التهيئه لمن يسدد للاتون من الخلف. نلاحظ هنا يراوغ، عطى الشطيبي، شمس الدين الشطيبي سدد. اعيد من هنا، ركنيه قصيره، مخنوس مع أناحي، أناحي يأخذ الكرة يراوغ يهيئ لي شمس الدين الشطيبي، الشطيبي تسديدة ضعيفة لحسن الحارس. فالمنتخب المغربي يعني في الحقيقة في هذه المباراة أبان عن تطور كبير في سلاح الركنيات. وفي الكان 2025 بالمغرب إن شاء الله سلاح الركنيات سيكون مهم وفاصل وفعال، وإن شاء الله نلاحظ تطور أكثر للمنتخب المغربي في الكرة الثابتة.